مساء الهنا، ازيكم؟ ايه افضل سوائل الام ممكن تديها للطفل في الوقت اللي عنده كحه مثلا او صدره تعبان بشكل عام؟ لازم اعرف الاول ازاي السوائل بتدوب المخاط. السوائل دي عباره عن ميه دافيه. الميه الدافيه دي لما تعدي على المخاط تبتدي تكسر الكروس لينكج بتاعته، الشبكه اللي هو عاملها مع بعض، تبتدي تقلل من الفيسكاسيتي بتاعته اللي هي اللزوجه بتاعته، فيبقى سهل ان هو يتحرك. كل ما المخاط كان تقيل بقى صعب ان هو يتكح، بقى صعب ان هو يخرج من الانف. انا اصلا عشان اي حد في الدنيا يخرج المخاط من الانف بيعمل ايه؟ بيدي محلول ملح، بيستنشق وهو بينف مثلا. لو حد كبير بيدي ميه تدوب المخاط. فالسوائل اللي مطلوبه لما يكون الطفل تعبان اهم مكون فيها هو الميه. مش مهم الحاجه اللي بتضاف على الميه، عمرها ما هتكون اعظم من الميه، بالذات لو الميه دي دافيه شويه. اول سوائل مهمه قوي وانصح بيها كل الامهات للاطفال هو لبن الام. مفيش افيد من لبن الام في الفتره دي. ليه؟ لبن الام مش بس ميه، هي ميه دافيه على فكره، عليها بروتين وفيتامينات، نشويات تزود وزن البيبي، وكمان جواها ايه بقى؟ الاجسام المضاده اللي جسمك عملها، لان انت كمان اخدتي مع الطفل دور البرد، فجسمك كون المناعه وبتديها للطفل جوه الرضاعه على طبق من فضه. طيب انا ابني مش بيرضع طبيعي، بيرضع صناعي، يبقى برضو افضل حاجه تفكري فيها نمره واحد انك تديله رضعاته. انا بقول الكلام ده لان ساعات السوائل بتاخدنا جدا لما الطفل يكون تعبان، خاصه ان هو ما بيبقالوش نفس ياكل، فبنركز على السوائل وبنلاقي يوميا رضعتين 3 اتشالوا من الرضعات اللي كان المفروض الطفل يرضعها. فعلى ما يخلص اسبوع العيا الاقي ابني خاسس خالص، ما اخدش السعرات اللي كان المفروض ياخدها. نمره 2 شوربه الفراخ او شوربه اللحمه. هو الفكره كلها، او ان شاء الله يا رب تعملي الشوربه على شويه جناحة يعني كل واحد رقاب على حسب الظروف اللي يقدر عليها، ربنا يعينه. ودايما لما يكون عندك فرخة اعملي شوربة حلوة. يا سلام لو فرخة بلدي بقى صغيرة كده حلوة، اعملي شوربة حلوة وخليها عندك بدل ما تطلعيها للمحشي. شيلي شوية منهم كده سوائل للطفل. شوربة الفراخ هتدي للطفل الأملاح والمعادن اللي هو محتاجها، وفي نفس الوقت هتديله البروتين، لأن هي نازل منها كتير من العصارة اللي موجودة في الفرخة أو في اللحوم أو أي حاجة. شيلي الدسم اللي موجود فيها، اعمليها شوربة خضار يا ريت، مش شوربة لسان عصفور. كل ما عملتيها خضار كل ما الطفل استفاد أكتر. طب ابني ما بيحبش شوربة الخضار وعايز شوربة لسان العصفور، يبقى ابتدي أبشر له بقى الخضار على لسان العصفور. الجزر، البصل، على فكرة عارفين البصل اللي ممكن يتحط على لسان العصفور او يتحط على الشوربة؟ البصل من اهم المكونات اللي بتذيب المخاط، لدرجة انه البصلة نفسها انا ممكن اقولك هاتي بصلة نفسها عادية كده صحيحة وبشوريها كويس او حطيها في الكبة وخدي ميتها. صدقي ان معلقة من ميتها جواها كرستين، مادة من المواد المذيبة للمخاط، وفي نفس الوقت بتزود المناعة وبتساعد الجسم ان هو يكافح اي ميكروب جوه. حطيها على مية السلطة، والله قادرة تشربيها كده ربنا يوفقك. حطيها على شوية الشوربة. كل ما هتدلعي الشوربة بطماطمايه بجزرايه، كل دي حاجات هتنزل معادن واملاح الطفل محتاجها جوه الشوربة. البيبي تحت السنة عامة الرضعة او الببرونة بالنسبة له افيد كتير جدا من اي سوائل. بس انتي لو حابة تدخلي سوائل يبقى ممكن تدخلي شوية ينسون. طبعا مش هتقدري تحليهم بسكر او عسل في الاول، بس هو الطفل بيبقى متعود على الطعم الطبيعي. يعني حتى لو انتي تدوقي اللبن هتلاقي الرضع اللي هو بياخدها الطفل حتى لو طبيعي هتلاقي مش مسكره خالص، هتستغربي هو ازاي بيحبها. ممكن تجربي النعناع. الناس دايما فاكره اليانسون بيجلي الصدر اكتر من النعناع، الحقيقه لا، الحقيقه النعناع اقوى، جواه مواد كتيره بتذيب المخاط. وانا بحبه كمان للكبار، كبار في السن دايما اقول لهم هاتي كام ورقه نعناع وهات شويه ميه مغليين كده من الكاتل، حطيهم على ورق النعناع ده وكموريهم، يعني غطيهم كده وسيبيهم حبه واشربيهم لما يكون عندك بلغم. الاطفال ممكن تاخد النعناع بكميات صغيره، بس ناخد بالنا من حاجه، ان النعناع من الحاجات اللي بتزود الارتجاع. فلو انا اصلا عندي بيبي عنده ارتجاع لسه سنه صغير، يعني مثلا تحت السنه، هيبقى النعناع عليه صعب شويه لان يزود له الارتجاع، وهم في فتره التعب ما بيبقوش عارفين يكحوا البلغم، فساعات تلاقيه رجع كل البلغم بكل اللي في بطنه حتى بالرضعه اللي رضعها. فانا ما بحبش اهيج معدتهم قوي. بعدين لما يكبروا اكتر النعناع بالنسبه لهم بيبقى فكره حلوه، حتى بتقدري بقى تحليه، تحطي مثلا معلقه عسل صغيره بعد السنه. الجنزبيل بقى من الحاجات اللي برضو ممكن تكون بتعمل ارتجاع، فما بحبش اخدها على معده فاضيه، دايما لازم نكون واكلين كويس. بس الجنزبيل من اقوى السوائل اللي ممكن تذيب المخاط،
للكبار وللصغيرين. هاتي بقى الجنزبيل الصحيح، لو عارفه تجيبيه ده افيد كتير، وقطعيه شرايح. عندك طريقتين، انك تحطيه في ميه وتسيبيه يغلي شويه وبعدين يهدى، او انك تجيبي ميه مغليه اوريدي جاهزه وتحطيها في الكوبايه وتنزلي عليها شرايح الجنزبيل. ممكن تنزلي معاها شرايح ليمون او شرايح برتقان على فكره، عود قرفه و... ومعلقه عسل. وده يجيبني للعسل. تعرفوا ان العسل في حد ذاته بيساعد على اذابه البلغم؟ عارفين ان العسل في حد ذاته فيه مضادات اكسده لما يكون طبعا عسل نظيف، يعني مش اللي هو ساعات اللي بنشتريه من السوبر ماركت ده بيبقى كله يعني ميه بسكر. انما العسل النظيف جواه مضادات اكسده بتحمي الجسم من امراض كتير جدا. انا عايزه اقولك ان انت ممكن اصلا المشروب اللي تعمليه كله يبقى عباره عن شويه ميه دافيه وعليها شويه العسل يدوبوا كويس، وبعدين تحطي عليهم عصره ليمون. انا بدوب العسل قبل ما احط الليمون، لانه العسل او اي سكر عامه ما بيدوبوش في البيئه الحمضيه، فبعد ما احط الليمون مش هيدوبوا حلو، فهتحسي ان طعمه وحش. فدوبي العسل. طبعا لو طفل صغير قللي الكميه، يعني العقل كده بالراحه. وبعدين اعصري الليمون. وانا ما بحبش اننا نغلي اي حاجه فيها ليمون او نحط ليمون على حاجه بتغلي، لانه الفيتامين سي اللي في الليمون وفوائد كتير من الليمون بتتكسر اول ما تتحط في الحراره. فحطي الكوبايه تهدى شويه بتاعت الميه بعد ما دوبتي فيها العسل. العسل عايز حاجه سخنه عشان يدوب بسهوله. وبعد ما تهدى ابتدي اعصري عليها الليمون. الناس الكبار دايما كانوا يقولوا لنا على اللبان الدكر والشيح والكراويه. تصدقوا الثلاث حاجات دول فعلا ممكن يساعدوا جدا ان هم يجلوا الصدر. الكبار يشربوهم، الاطفال يشربوهم لو طفل اكبر شويه في السن، يعني بنتكلم مثلا في سنتين فما فوق. الكراويه بتنفع في سن اصغر من كده وهو متقبل الحاجات دي وعايز يشرب منها، اوكي. طب افرضي انا ابني مش بيحب الكلام ده خالص ومش بيرضى يبلع. انا مثلا عندي بنتي الكبيره استحاله حتى تحط اليانسون في بقها. هتلاقي ادويه كحه في السوق موجوده عباره عن اعشاب، تلاقي فيها اكتر من ماده من المواد دي موجوده بحيث الطفل ياخدها. طب انا ليه ما بقولكوش على اسم دواء كحه؟ علشان الطفل اللي عنده كحه لازم يكون مكتوب له روشته من الدكتور، ودكتور سامع صدره مشخص سبب الكحه ومعالجه قبل ما ياخد اي دواء كحه. دواء الكحه ساعات ممكن يسكن ويبين ان مفيش كحه خالص، ويطلع الطفل من جوه عنده ميكروب، نزله شعبيه تقلب بالتهاب رئوي لا قدر الله، فيروس صعب جدا محتاج علاج واحنا مش واخدين بالنا. فبعد اذنك علاج الكحه لازم من الدكتور قبل اي سوائل. فينا احنا كبار كمان ايه ممكن يذيب البلغم عندنا جدا؟ شويه شاي اخضر. هاتي شويه الميه المغليه وحطي عليها الشاي الاخضر اللي هو الشاي الفرط نفسه، مش التيباج. يعني اغلب الفتل اللي في السوق تحسي ان فيها نشارة خشب اكتر ما فيها شاي اخضر. فلو عايزه اللي هو الشاي الاخضر اللي يساعدك ان انتي تطلعي البلغم، يبقى هاتي اللي هو هو الاعشاب يعني، اوكي، وتحطيها وبرده تغطيها على قد ما تقدر لغايه ما تلاقي كله خمر كده، وحتى ورق الشاي نفسه كبر. الاطفال ممكن على فكره مش غلط ان انا استخدم شاي اخضر مثلا مره، مش كتير، بس برضو يبقى طفل كبير. يعني انا عاده بقول اجلوا الشاي الاخضر للاطفال لانه جواه مواد شبه الشاي العادي مش مناسبه لسنهم، والاحسن انهم ياخدوا الاعشاب التانية كتير اللي انا قلتها. تعرفوا ان الثايم تي اللي هو شويه الزعتر، الشاي اللي معمول من الزعتر او يعني شويه زعتر مغليين، من الحاجات اللي ممكن برضو تساعد جدا في اذابه المخاط. عارفين بقى في حاجه كنا بناخدها في الكليه باي نيم كده ان هي اكسبكتورنت، يعني ناخدها بالاسم ان هي مذيبه للبلغم، العرقسوس. بس العرقسوس الدافي، يعني الناس تعمله كانه شاي، تعمله دافي. العرقسوس فظيع، جواه مواد كتير جدا بتذيب البلغم، بس ما اقدرش اديه لواحده حامل، ما اقدرش اديه لحد عنده ضغط لان هو هيرفع الضغط شويه. بصراحه ما بقدموش للاطفال الا لو سنهم كبير قوي، مع انه في اطفال طول رمضان مثلا بتشرب العرقسوس الساقع عادي، فكل ام بتبقى قادره بطفلها. بس دايما الليكريش اللي هو العرقسوس بنقدمه كده باعتدال، يعني ما بنكترش منه، بناخد بالنا منه. عايزه اقول لك بقى لو عندك زورك تعبان، احلى بقى من اي حاجه بتمصيها استحلاب والكلام ده كله. هات شويه ميه، حط فيهم شويه ملح صغيرين، يعني مثلا معلقه ملح صغيره على كوبايه ميه، بعدين اعصري ليمونه. اوعي تفتكري انك هتشربيه، اوعي تشربيه انه ميه مع ملح هنرجع. غرغري بيه، الملح هينشف كل الحاجات اللي جوه الزور مع الليمون، هتلاقيهم بعد ما غرغرتي زورك، يعني اول ما بتتغرغري ما بتحسيش ان الفايده حصلت على طول، بس بعدها بفتره بكام ساعه بتحسي ان زورك راق
مرة في اليوم، مرتين 3 اعمليها في اليوم، هتلاقي زورك فك جدا جدا. الناس اللي عندها استعداد تشرب المية بتاعت البصل كمان فيه كبريت، سلفر بيكسر، بيروح عند الجزيئات بتاعت المخاط ويقوم مكسرها من بعضها. هاتي معلقة كبيرة من مية البصل اللي طلعتيها، وحطي معاها مثلا شوية عصير ليمون، شوية عسل ابيض صغيرين. معلقة مية البصل مثلا تاخد حوالي معلقتين عسل، تاخد حوالي مثلا معلقتين عصير ليمون، وكوباية مية عشان تخففيها. اوعي تشربيها هي كده، تخففيها وتتشرب لو حد قادر يعني. مفيدة جدا للبلغم، احلى من اي دواء كحة هتجيبيه. واقولك من السر الحقيقي عشان تتغلبي على الكحة عند اي طفل، انك تقعدي يومين كده مركزة في انك تنضفي المناخير. كل ما يبقى فيه خنفرة، كل ما يبقى فيه سوائل هنا، تخرجيها اول باول. لو خرجتيها اول باول هتمنعي الكحة اصلا، لانها مش هتتراكم، فمش هتنزل تحت على صدره. طب هي متراكمة على صدره وكحة شديدة جدا، يبقى هتلاقي الدكتور كاتب له جلسات في بعض الاحيان. الجلسة بعد ما تعمليها تخبطي حلو كده على صدر الطفل وعلى ظهره، تخرجي يومين مع الجلسات، وانا بقولك الكحة هتتغير تماما. هتلاقي يحطلك في اول تعليق سلسلة كاملة للجلسات لادوار البرد، ازاي تنضفي الانف كويس، لان مش كل الناس عارفة. ربنا يبارك في الولاد ويقويكوا. انا عارفة ان الشتاء صعب، بس هانت والله، قرب يخلص.